إخواني المغاربة، مرحبا بكم في هذا الخبر الجديد الذي يتعلق بمجموعة من المساعدات أمر بها الملك محمد السادس لمجموعة من المتضررين. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر ما تنسوناش الدعم ديالكم من خلال الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو. إذا ندخل في التفاصيل، في أعقاب سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المهمة التي تم تسجيلها على مستوى الأقاليم ورزازة وزاغورة وتارودان، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لمختلف القطاعات المعنية لتنسيق مجموعة الوسائل التي يتعين تعبئتها وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة. وأفاد البلاغ الصادر عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن الملك أعطى توجيهاته لإطلاق عملية مساعدة عاجلة على إثر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والثلوج الكثيفة التي شهدتها ليلة الأمس الجمعة، خاصة في أقاليم زاغورا ورزازات وتارودان. وتقوم هذه العملية، يضيف البلاغ، على التدخل عن قرب لدى الساكنة، لا سيما على مستوى الدواوير الجبلية والنائية، من خلال توفير مساعدات إنسانية عاجلة تتكون من منتوجات غذائية وأغذية، فضلا عن مواكبة اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على مستوى القرب. أوضحت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه سيتم إرسال مساعدات اعتبارا من اليوم السبت عن طريق الجو، مسجلة أنه ستتم تعبئة طائرات القوات المسلحة الملكية لهذا الغرض انطلاقا من مطار الدار البيضاء، بالإضافة إلى استخدام المروحيات التي ستتم تعبئتها للوصول إلى المناطق المعزولة. كما ستتم حسب مصدر ذاته تعبئة الموارد البشرية والتقنية واللوجستيكية المهمة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.